ويقول لك في الاخر ياسمين انت بتبيعي الحمام غالي ليه؟ تعالى اقول لك انا ببيع الحمام غالي ليه. بصي بقى، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حمام محشي مكسرات بالله، سعره غالي عندي. وده السؤال اللي سأله الجميع، ليه الحمام عند ياسمين صالح غالي ولا شوربة الملك فاروق؟ دي شوربة حمام والله. اما بقى اللي هتحط لايك حلو للفيديو ده، يا رب يا رب تكون عند سيدنا النبي في القريب العاجل، قولوا امين. انا هقول لك ليه، عشان الحمام عندي فرنساوي. هتخش الفزدوكه في التعليقات وتقول لي ده كبير زغلول، سمع صوته سمعها يا ابني، ده بيدل على ان الحمامه ديت زغلوله. بس الفرنساوي بيفترق كتير عن الحمام البلدي. حاجبه اللهم بارك بيبقى كبير جدا، وهوريكي دلوقتي. تعالوا يا حلوين يا روحي. طاسه سخنه على النار، انزل بسمن بلدي. السمنه سخنت معانا، نازله بنص معلقه من السكر الحبيبات. هبدا ادوب السكر جوه السمنه لغايه ما يتكرمل، بس مش غامق قوي. السكر داب معايا هنا وبدا بصوا لونه يبقى فاتح شويه بس، او ممكن يدوب بس. هنزل بعد كده بعين الجمل المجروش، مش كتير، والخطوه ديت اختياريه لو مش عندك. ربنا يوسع عليكم جميعا. عايزه اقول لكم ريحه عين الجمل مع السمنه رهيبه. بعد كده هنزل بالفريك اللي انا نقعته لمده ساعه في الميه على عين الجمل. افضل اقلب في الفريك بتاعي لما الاقيه كله اتغلف بالسمنه اللي انا كنت حطاها عشان ما يعجنش معايا. بعد كده هحط مكعب من المرق، واحط شويه من الملح، شويه بهارات مشكله 7 بهارات او اللي انا بعتها لكم في العروض، فلفل اسود. بصوا بدات ريحه الفريك مع عين الجمل رهيبه. المفاجاه ان الطقم دوت اللي انا هستخدمه من كيتش نوفا. اول حاجه حط لك هو 13 قطعه. اول حاجه صينيه، الطاسه، الجريل، واليد بتاعته معموله من البكلايت، تقدري ان انت تشيليها وتقفليها وتستخدميها، سهله جدا في التخزين. ممكن كمان تستخدمي يد واحده كل اللي انت شايفاه ده. حتى الكزرونه هي كمان برضو اليد بتاعتها بكلايت. بس كده؟ لا مش بس كده، كمان 4 حلل اهم. اكبر حله فيهم مقاس 32 ما شاء الله. الغطا بتاعهم من الستانلستيل. اليد كمان بتترفع من فوق كده، نبدا نسلق فيها الحمام بتاعنا. كمان ان هما فوق الطقم هيبعتوا لك طقم التوابل دوت لعروستنا هديه كمان فوق الطقم، وده عشان خاطر ياسمين صالح. هسيب اللينك تحت في اول تعليق يشوف العروض والخصومات اللي هم عاملينها، واطلبيه لعروستنا القمر. بعد كده عندي لحمه مفرومه كنت معصجاها عادي بالبصل والسمنه. احط بقى اللحمه المفرومه بتاعتي كده، اقلب بقى اللحمه المفرومه مع الفريك. وبعد كده هبدا انزل بالزبيب بقى عندي بالشكل دوت. بعد كده هجيب نص كوبايه ميه سخنه وهبدا اسقي بيها الفريك بتاعي. اغطي عليه بالشكل دوت لغايه ما ياخد معايا نص سوا، وبعد كده نرجع. اول حاجه الحمامه اهيت لازم تتصفق. بسم الله. نجيب الحمامه كده خلاص، ونبدا ان احنا نمد ايدينا من تحت الجلد. شايفين كده الجلد اهو. هبدا كده بالراحه. حد ممكن يقول لي انت ممكن تعمليها جيب عشان الفريك بتاعك ما ينزلش. هقول لك لا عادي، انا واخده على كده. بصوا لحم الحمام الفرنساوي احمر ازاي، ايدي كلها دخلت تحت جلد الحمامه. ما ينفعش ابقى عامله حمام ولا عازمه ناس ولا ليله طالعه من هنا والعضمايه دي طالعه من هنا، مش شكل حمامه خالص. لازم الحمامه كده خلاص فصلنا الجلد بتاعها اهو عن العظم كده من قدام، والنبي فرخه. مش كده انا خلاص خلصت التصفيق بتاعه. اروح جايبه بقى ايه، اروح جايبه الملح كده، ولازم ارش عليه رشه ملح، رشه فلفل اسود، واروح دعكه الحمام كله من جوه ومن بره بالملح والفلفل الاسود. بعد ما الحشوه بتاعتي بردت شويه، ما ينفعش احشيها وهي سخنه مولعه. اجيب الحمام وهبدا بقى ايه، اروح حشياه. خلصت بقى كده الحشو. الحمامه بعد ما انا حشيتها خلاص، بصوا انا حشيتها هنا كده من جوه. لازم ارسمها بقى قبل ما تنزل الحل. ارسم الحصله بتاعتها كده، ارسمها واجيب جناحها لورا. لازم ارسمها كده رسم. بصوا اهي عشان تطلع معايا بنفس الرسمه اللي انا هنزلها بيها. عندي ميه بتغلي واروح نازله بالحمامه كده اهو ما شاء الله. اغطي عليه النار بس لمده 10 دقايق. بعد كده هروح فاتحه الغطا لغايه ما يكمل سوا. مش هخلي الغطا متغطي للاخر. هنا كده اتسلق، ولازم اسيبه لغايه ما يتشمع بالشكل ده. يعني ما ينفعش بعد ما يتسلق على طول اروح محمره، اسيبه لما يبرد ويعمل الجلد دي كده عشان ما يلزقش مني. عندي القشطه هنا كده كنت خلاص ضربتها كده زي ما انتم شايفين. ممكن كمان تستبدليها بكريمه لباني. اجيب بقى كده الحمام وهبدا ان انا بصوا هبدا ان انا ادهنه كله كده بالشكل ده. جيب الطاسه، ضروري جدا نحط زيت، نص سمنه نص زيت. بعد كده ننزل بالسمنه. بعد ما سخنت معانا بسم الله، عقبال بقى ما يتحمر اجيب الشوربه اللي احنا سلقنا فيها الحمام، انزل فيها بنص كوبايه من اللبن.
نص كوبايه كمان من الكريمه اللباني. اخيرا مكعب من الزبده النيوزيلندي. بما ان انا سايبه البصل والفريك جوه الشوربه ما صفيتهمش نهائي كده اهو، ضربه خفيفه. اول ما خدت غلوتين بس فهي كده بالنسبه لي بقت جاهزه. دي شوربه حمام والله. تبقى اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما بقى اللي هتحط لايك حلو للفيديو ده، يا رب يا رب تكون عند سيدنا النبي في القريب العاجل، امين.